أو قالت ألا فلا رقعت العبرة. ألا فلا رقعت العبرة ولا هدأت الزفرة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه زينب تقول في الشيعة الإمامية الاثني عشرية. والآن لنترك علي زين العابدين يحدثنا عن الشيعة. ربما فيكم من يقول لا، هؤلاء ليسوا بشيعة، هؤلاء ربما يكونوا من أهل السنة. لنجعل الحكم بيني وبينك هو السجاد علي زين العابدين. قال حذيم ابن شريك الأسدي: خرج زين العابدين إلى الناس وأومى إليهم أن اسكتوا فسكتوا وهو قائم، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، ثم قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا علي ابن الحسين المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات. أنا ابن من انتهك حريمه وسلب نعيمه وانتهب ماله وسبي عياله. أنا ابن من قتل صبرا فكفى بذلك فخرا. أيها الناس، ناشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه؟ من الذي كتب إلى الحسين أيها الناس؟ أو ليس الشيعة؟ هذا علي زين العابدين يخاطبهم. ناشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة، ثم قاتلتموه وخذلتموه، فتبا لكم ما قدمتم لأنفسكم وسوءا لرأيكم، بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي. قال: فارتفعت أصوات الناس بالبكاء ويدعو بعضهم بعضا: هلكتم وما تعلمون. فقال علي بن الحسين: رحم الله امرؤا قبل نصيحتي وحفظ وصيتي في الله وفي رسوله وفي أهل بيته، فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة. فقالوا بأجمعهم: نحن كلنا يا ابن رسول الله سامعون مطيعون حافظون لإمامك غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك، فمرنا بأمرك رحمك الله. فقال علي بن الحسين: هيهات. الله أكبر، الله أكبر، هذا هو حكمه فيهم. هيهات أيها الغدرة المكرة، حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم. أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى آبائي من قبل؟ كلا ورب الراقصات إلى منى، فإن الجرح لما يندمل. قتل أبي بالأمس وأهل بيته معه، فلم ينسني ثكل رسول الله صلى الله عليه وآله وثكل أبي وبني أبي وجدي. شق لها زمي ومرارته بين حناجري وحلقي، وغصصه تجري في فراش صدري، ومسألتي ألا تكونوا لنا ولا علينا. نعم، لا تكونوا لنا ولا علينا. هذه كلمات علي زين العابدين. فماذا بقي لكم أيها الشيعة؟ ماذا بقي لكم أيها الشيعة؟ جعفركم ليس من جعفرنا أيضا، فوالله جعفرنا ما كان جبانا ولا خوارا، وما كان يستخدم التقية، وما كان يدعو إلى الخنا والزنا باسم المتعة. جعفرنا ذاك الطاهر الزاهد، جعفرنا ذاك العالم الرباني الفقيه، ذاك المحدث الذي قال فيه البخاري: ما رأيت أصدق من جعفر الصادق، ولولا كثرة الكذابين من حوله لكتبت حديثا.
فبأي وجه تريدون أن نتقارب معكم؟ من أنتم حتى نتقارب معكم؟ من أنتم؟ إلى أي دين تنتمون؟ أزعمتم أننا نصدقكم حين تقولون أنكم أتباع أهل البيت؟ من هم أهل البيت؟ هل هم أهل الكساء؟ ما ثبت أن أهل البيت هم أهل الكساء إلا من كتب أهل السنة والجماعة. أما أنتم أيها الشيعة فلا تملكون حديثا واحدا صحيحا يثبت بأن أهل الكساء هم علي والحسن وفاطمة والحسين. أخيرا وقد أطلت، وأختم بما بدأت به، وهو قول عبد الله هنا: ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، فالله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إن لم تحبونا. الله بريء، ومحمد بريء، وعلي بريء، والحسين بريء، والحسن بريء، وعلي زين العابدين بريء، والباقر بريء، والصادق بريء، والكاظم بريء، والأئمة من بعدهم براء منكم أيها الشيعة، لا هم يدينون بدينكم ولا أنتم تدينون بدينهم. ما تدينون به هو تلمود وتوراة كتبت لكم بأصابع مجوسية وإملاء يهودي ولباس إسلامي، فلا مرحبا بكم، ولا والله لا نمد لكم أيدينا، ولسنا بحاجة إلى أيديكم. جزيتم خيرا وبارك فيكم أيها البغدادي الحبيب، يا صاحب الصدر الواسع والصبر العظيم على أخيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام كونوا معنا في موقع الغرفة www.aansar.com.